شرفتونا اول شيء واسم الله عليك محلايه. كل مره بتجي لعنا بيكون في عندك شيء جديد ان كان بالشكل او بالمضمون. ميرسي حبيبي. يعني بالهداوة 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 بلاش يا ود بلاش يا ود بلاش شقاوة. بالهداوة 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 بلاش يا ود بلاش يا ود بلاش شقاوة. ما تحن عليا ترحمني شوية. ما تحن عليا ترحمني شوية. خليك في عنايا قشطة وحلاوة. خليك في عنايا. اهلا وسهلا بتينا وانس الزبيدي. شرفت انيس عفوا اليوم عندي عم بلخبط بالاسماء كثير بعتذر. شرفتونا اول شيء واسم الله عليك محلايه. كل مره بتجي لعنا بيكون في عندك شيء جديد ان كان بالشكل او بالمضمون. ميرسي حبيبي. يعني ان شاء الله الله يخليكم لبعض لان بعرف هذا عمل مشترك. اكيد اكيد. يعني ما بحس حالي بلا انيس وانيس ما بحس حاله بلاي. وعقصة محلية وعقصة هيك انه حل الواحد على طول يشتغل على حاله هيك. كان الناس معودين ضل رافع شعري وهيك بعدين الكليب حبينا نغير شوي يعني. صح لابق لك اصلا. ميرسي ثانك يو. شو كيف ما كان بالباقي اسم الله عليك. خبرونا شوي عن هالاغنية كيف شو وضعها. شوفي مثل ما بتعرفي نحن من المرة الماضية وقت تشرفنا وطلعنا معك تينا عندها على طول اغاني والناس بحبوا لها اغانيها على طول بقولها بنحب اغانيكي مش بس هالمرة لأول مرة أغنية منتجة تلفزيونيا يعني فيديو كليب. هذا اللي كان بدي أسألها عنه إنه أول مرة بنشوف الصورة فيديو كليب مش يوتيوب أو سوري تليفون. لا هي أكيد حصريا يوتيوب لتينا زبيدي كلمات وألحان وبندعي الناس يحضروها عندها وينضموا. لا عم نحكي على طريقة التصوير طبعا. لا أكيد المخرج أحمد المنجد مع إنه صديق لنا بدي عبالي منجد أو منجد لهلا أنا بقول لها منجد هي بتقول لي منجد. ما أنا عم بقول أنيس عادي. طبعا إحنا على مصر 6-7 أيام قضيناهم هناك. تعاملنا مع موزع كثير بنشوف حالنا فيه أشرف البرنس الموزع العالمي. هو عامل أغاني جايبة مئات ملايين المشاهدات. من الأغاني اللي عاملها اللي خلتنا إنه نحن نتعرف عليه لو لعبتي يا زهر وحلاوة روح وكثير أغاني أصلا في لا هو التوزيع اللي عم تحكي عنه. توزيع الموسيقى شغل الموزع هيدي روحه اكيد. هيدي روحه كل واحد له روح مزبوط. قشطه وحلاوه ليه؟ قشطه وحلاوه ليه؟ قشطه لانه بمصر قالوا لي ما بيقولوا نحن بنقول بلبنان قشطه. لما سجلتها للاغنيه بتعرفي طبعا كورال مصري هونيك قالوا لي في غنيتين بس قشطه وثاني غنيه حقيره وحرقه يعني حرقه نحن مشناها بس قشطه وحلاوه لانه ما بدي اقول انه حب انيسي هيدا سلوغان يعني يستعملوا انه لانه بيكتبوا لي يعني قشطه وحلاوه تينا فتوا على مصر مؤخرا وعندكم صار اسم الله جمهور كبير. كيف صارت حتى دخلتوا على مصر؟ تقلك هي نحن قبل ما نقرر الغنيه كان عم يجينا عروضات من مصر واتصالات وافلام ومسلسلات وكذا وانا صراحه ما عارفه حالي يعني صرت مشوشره بين الناس عرفتني يعني انا شهرتي الكبيره اذا بدك اجت من السوشيال ميديا ومن الناس اللي بتحبني وبتحبني انا وانيس ومواضيعنا. هلا طبعا اجت لتكفي هيدا الشيء. حسيت انه انا لازم اقدم شيء عمل انه انا هلا شو بدي اروح اعمل بمصر انه شو انه اوكي انا لازم اترك بصمه يشوفوني من خلالها وبعدين بقدر اقول لهم انه انا هيدا الشيء اللي قادره اقدمه من خلال هالشيء بقدر شوف حالي انا وين كمان. عرفتي بقى يعني رح نشوفك بشيء مسلسل دراما هلا في كذا شيء بس تنشوف كمان يعني عندك كله حج اكيد اكيد. مين ما عنده حنيه لمصر يعني مصر ام الدنيا ومين ما بيحلم يشتغل بمصر. اكيد طبعا وحلمنا على الاكبر كمان نشتغل بلبنان يعني ما في شيء على طول ما في شيء بياخذ من شيء بس طبعا كل عمل بدك تعطيه حقه. بس هلا انتقلت نجوميه تينا وانيس الزبيدي من السوشيال ميديا الى العلن مثل فينا نقول يعني مزبوط. بطلت محدوده بس بالسوشيال ميديا ايها احلى؟ طبعا الاوسع احلى لانه بتحسي ان انت عم تشتغلي على شيء عم تشتغلي على كره عم تشتغلي عندك حلم كل يوم عم يكبر عن يوم. هيدي كره الثلج نحن كان طموحنا كثير صغير انا وهالانسان سوري لا في شركات ورانا لا في ناس متبنيتنا لا في سوري يعني مجهود شخصي ايه يعني مجهود شخصي حط ايدي بايده مش مجهود شخصي هيدا عذاب. بتعرفي اليوم انت بوسط ما بدي احكي كثير بس انه يعني مين عم
عم بيجرح بالثاني لكن بقى. بلا ما اقطع عن حديثكم، هي تينا صحيح انه السوشيال ميديا شهرتها، بس السوشيال ميديا فوتتها بالتلفزيونات كمان. يعني هي تينا وانا معها اكيد، بس اغلبها عادل كرام، استاذ طوني خليفه، برامج الصبح كلها تقريبا، التوك شو، مين في كلهم المعروفين يعني. طبعا هي من السوشيال ميديا، هشام حداد، طبعا من السوشيال ميديا. بقلب مع استاذ كميل الاسمر، كله استقبلنا، ولكن الانطلاق تاعي اكيد سوشيال ميديا. يعني هي بالنسبه لها انا لا، وضع مختلف. انا اكبر منها ب 21 سنه، وانا كنت على المسرح عم بقول شعر وقت كانوا عم بيروحوا عند امها ياكلوا، شو بيقولوا لها هيدي؟ مغلي؟ ياكلوا مغلي، انه هي خلقت. انا معروف قبل بكل التلفزيونات. هلا لحظه، تينا 21 سنه فرق. وقت كنت انا عم بخلق كان واقف على المسرح انيس. حاسه فرق العمر؟ في خبريه؟ لا بتصدقي بحس عمرات اصغر مني. لانه انا شوي انا جديه بطبعي، هو بضل مع الاولاد وما في نظام، ولا نظام، ما في شيء، انه انا شوي. شو حبيتي انا فيه بتعلم يعني؟ اللي بيحط لي عمري. هو كثير انيس بيمزح بيضحك، يعني قبل ما نجي دغري كمان صور بوست لك انيس شو هالقصه هيدي، انه ايه صور بوستين كمان، انه عرفتي هو كثير انه اخذ هيك الاشياء، بس ادارته اقوى من يعني في يعني مطرح ما بيشد انا برخي، ومطرح ما انا برخي هو بيشد، يعني مكملين وقت الجد، وقت الجد بعجبك، بس انه وقت العفوي يعني انا بفتخر بكل تواضع انه ما في حدا بالعالم بيكتب قصيده بالسرعه اللي انا بكتبها. انا هذاك اليوم هيدي قصه وحلاوه، بتعرف كيف كتبتها؟ ضج العالم العربي هلا نجاح، ومثل ما عم تقول لك شركات كلها عم تدقدق، ما بنعرف مع مين بنتعامل، مع مين لا بنشوف. بتعرف كيف كتبتها ولحنتها؟ كنت بمحل الخضره، عجبوني الخيارات بس بدهم تنقايه. بلشت فكره وقت لقيت بدي نخلم خيار، نخيت لم خيار تينا معي على التليفون، وانا عم بحكي معها، واولادي عم بينكزوني يزعجوني، وعم نقي خيار، عم ركز، قمت خالصه الغنيه، ما حدا بيصدق انا هيك. لا تشوفي الموال، انا بقدر اكد هالشيء، لا ما واضح. لا بقدر اكد لك بشيء بيقدر يكون يعني فيك تعتبريه سكوب الك، يعني مش حكي قبل. يعني انا مثلا صاحب برنامج ارتجالي، كل التلفزيونات والاذاعات كانت تاخذه مني، واحد منهم بوجه له تحيه، استاذ طوني خليفه. اول برنامج اذاعي له كان في فقره انا وياه، انيس زبيدي يرتجل الشعر على الهواء. كان المفروض تطلع معه الاسبوع الماضي، بس هذيك الوقت بطلت. مضبوط، هو لانه عندنا كثير مواضيع، هو على طول بقول عندكم كثير مواضيع، قال ما رح طلعكم هلا، بدي اعطيكم وقتكم. اي عندكم كثير مواضيع. انا بس لا كثر خيره، يعني تحيه له لانه طلع اعتذر وما بدنا اياه يعتذر. اكيد. قال نعتذر من تينا وانيس، ورجع بعد هيك دقوا لنا تحت الهواء انه انطروا الوقت المناسب لو طولنا شوي مشان نعطيكم وقتكم. قبل ما تطلع هالاغنيه هي انتشرت صوره مصاري دولارات، هل كانت اعلان لإلكم؟ عم تنرش على لا هل كانت مثل تحضير لهالاغنيه؟ هي الصوره عم نشوفها وقتها صار في خضه انه المصاري عم تنكب على تينا بالوقت اللي في عالم بحاجه لليره، بالوقت اللي بحاجه لتاكل. يا عم معك حق، بس الحكى بينحكى للي كبر مش لتينا. يعني هون مزبوط مصاري ايه. شو عملتي فيها؟ اخذتيهم؟ الشيخ عم بجوز لا وين راحوا؟ هلا يا ريت قصة مزح، لا عيننا شبعانة انه بس كنت بحفلة يعني، وكنت مشاركة الحفلة نجم من مصر، الفنان سعد الصغير، كنا وكان في كذا حدا مطرب يعني. قال لي تينا في حفلة هون في زواج، وهن خليجي يعني من كل الدول العربية، مش مصاروي اللي كبوا المصاري. طلعت انا عملت وصلتي. نعم ايه، طلعت عملت وصلتي وتفاجأت، يعني انا طلعت ما عرفت شو عم بيصير. عويد هي يعني مش بايدي انا اول شيء رايحه يعني مش لاتينا، لا بلا لاتينا ايه، بس هي كعاده، مش انه لا عرس. لا طبعا مش ممكن تكون عادي هالقد، هن عارفين تينا جاي واكيد متحضرين لتينا، بس اهم شيء بكل القصه نحن جماعه ما بنخالف قوانين، هاي النقطه المهمه، هذا اللي خلينا نحن نمشي على المصاري وما نطلع. وتينا ما سالتني، انا فاجأتني هالكبر النفس الزايد عندها، قلت لها لما سالتيني؟ قالت لي انت بتعمل اللازم. قلت لها طب مين اخذ المصاري؟ يصطفلوا. قال لك ليه؟ مشان يصدقونا الناس، نحن فايتين سياحه، اذا نحن اخذنا المصاري خلفنا القانون بدفع، اذا بقي ربعا نجيب مع اغنى الناس. نحن ما بدنا نخالف قوانين، ما بدنا نفوت سياحه ونطلع معنا ملوين على المطار.
مصر بنحبها، ما بدنا نغلط مع مصر، ما بدنا نخسرها، هيك كل القصه. اليوم تينا تغيرت بالشكل، تغيرت بالمضمون، تغيرت بتقديم الاغاني، صار في فيديو كليب، ما تتغير عليه ولو في فرق 21 سنه. هو بيعرف. كيف عم تشتغلي على حالك؟ انا بحس حالي انه انا عن جد ما تغيرت، بعدني انا هي ذاتها فنيا. ايه بعرف انه انتقلت. بحس انه اليوم انا كنا عم نشتغل، كان اسمي اقوى من الاعمال اللي كنت عم اقدمها طبعا، لانه كانت سوشيال ميديا اكثر وهيك. هلا بحس انه لا، لازم اقوي اعمالي تيصير انه يعني اكثر من اسمي، لازم هالاسم شو عم بيقدم وشو هيك. وكل يوم عم حاول اثبت طموح اكثر، انا وانيس حدي كان زوجي بالبيت وكان شريكنا يعني بالشيء اللي عم نقدم، شريكي، انه نثبت حالنا يوم عن يوم. بس انا من جوا بعدني انا محاول اكيد احسن الصوره من اي ناحيه. اليوم انت خبره بتكتسبيها بالحياه، بتصيري تعرفي، بتصيري مزوقه اكثر، تعرفي كيف بدك تحافظي على حالك اكثر، يعني بتصير بتعرفي كيف بدك تتعامل مع العالم، شو بيحبوا العالم أكيد. يعني كل شيء بيتغير مع بالنتيجه. الفنان كمان ببطل ببيته، بصير ملك الناس، واهم شيء ملك اولادي. يعني صوتك ملك الناس، تقولي ملك الناس، يعني انه بصير بيطلع من حاله. كل قديش عم تقدموا اغنيه؟ ما هذيك الاغاني شيء وهالشي. هلا خلاص، اذا انت لاحظتي باخر الغنيه في غنيه لبنانيه هي تينا، لانه اللي بده يقيم صوتها كلهم بيقولوا انه صوت جبلي، ودغري بيتذكروا يعني كلودا الشمالي، تحيه لها واكيد تحيه لنجوى كرم. هلا هي بدها تبلش هيك، اضطرت تبلش مصري لانه مصر بدها تينا زبيدي، والانتشار العربي احلى من اللبناني فقط يعني. لا طبعا معروف اصلا، طول عمره معروف الانتشار. باخر الكليب في غنيه بنذكر الناس فيها عم بيمرق مطلعها فقط، شهر او شهرين رح تكون بالسوق وفيديو كليب وكل شيء. انتاجك؟ طبعا بالواسطه. هلا بدك تقولي فازن انت شو؟ ما بدك تقول لي ملمات مصاري. طبعا انتاجك. ما نحن انا خربت له بيت. لا، ما نحن قبل هيدي الحفله على السوشيال ميديا روحي شوفي. ولو لا، ويعجبني العالم بكل شيء قبل هالحفله. ما كثير حلو موضوعها، لانه لبنان معروف انه مثل كل الدول العربيه بالواسطه. اوكي انيس، بس سمعي الكلام كل شيء بالواسطه. ايه بس انا بالحقيقه ما حبيته بالواسطه. حبيت الغنيه؟ انا حبيتك بالواسطه شيء. ما حبيتني بالواسطه. سمعيك بطلع الغنيه. هاي الميكرو حدك. بدي اغني الموال بس حقول كلامها يعني. بالواسطه ما تغني، احنا نبكي لغايه بيقع بشي. لا هي بتقول بالواسطه كل شيء بهالبلد واسطه، حتى لو بدي حبك ما في املك قلبك الا ما اعمل واسطه. ولا يمكن املك قلبك. اوكي اعذرنا. ما دامنا هلا بالشعر، قبل ما ننتقل من الشعر هيك بدي اقول لك بيت شعر صغير. استاذه لينا الدبسي كل مره بتستقبلنا وبتتذكرنا. يا لينا الدبسي جينا، طب الدبس تحلينا. يا لينا الدبس جينا، طب الدبس تحلينا، وقلبي قطعته قلبين ما بين لينا وبين تينا. الله. شكرا. هلا ايدك زعفه مش عم زعفه. لا انا بدي اغيب لك قلبي وقلبك. لا فكان بتقولي لي حلال عليك وتدخلي شو. الله يخليكم لبعض يا رب، وان شاء الله بتضلكم هيك منورين ومع بعض على طول نجاحاتكم، لانه الايد بايد حلو. وهلا اذا بتحبي بنقول موال. بس مو الغنية، بدنا نقول شيء للعالم بعد قبل ما، لأن بعدين بدنا نختم بالخير. شو بتحبي تقولوا للعالم؟ أنا بدي أتشكر أرتي كتير، وبدي أتشكرك لإليك، وبدي أتشكر الأستاذة كمان، الأستاذة أمل منصور طبعا، ولكل الأكيب ويعطيهم ألف عافية. ميرسي على الصورة الحلوة اللي على طول بتطلعونا فيها. ثانك يو. بتنورونا دايما. أنا بس بدي أقول اللي عم يحضروني هلا وشايفيني رايق، ومن يومين كان عندنا مقابله كمان بلبنان، شوفوا رايق هالزلمه ليش صار رايق. انا ما صرت رايق، بس وقت اللي انت بتستفزني باسئلتك وباتهاماتك بصير نط مثل الخطين. استاذه لينا عادي بكل تهذيب واحترام، يعني ادق المواضيع فتحتيها وما جرحتي ما اتهمتي. لا نحن ما بنجرح طبيعي. هيدا بالنتيجه عملت غنيه بالهداوه مينيموم. لا انا مينيموم انت وعم تقدمها. لا لحظه، تذكرت قبل ما تبلش بالموال اكيد حدا صبيتي. بس لو سمحت، شفتك على البيج تبعيتكم ضمنت مع السيد اللي اخذوا منا اولادها. شو اخذ؟ ضمنت، انا فتحت ملفها. ايه شو اخذك؟ بنذكر الاستاذه دولي، السيد اللي هلا قضيتها اخذت طشه. نعم استاذه دولي اللي مش عارف قصتها باختصار،
هي يلي طلع حكم بتسفيح اولادها. نعم. والشيء مثل اتهموها بالجنون؟ لا، طلع التقرير الحكيم اللي هن حطوا المحكمه المارونيه، يعني انا انا كمسيحي بحكي هالشيء ما في شيء غلط. المحكمه المارونيه هن حطوا حكيم عمل تقرير لصلاحها، ما عجبهم انه عمل لصلاحها، جابوا حكيمه طلبت تقبلها قالت لها لا، عملت تقرير مزور مثل ما كل عم صارت تعرف وعملوها مجنونه بالوقت اللي هي دكتوره بجامعه روح القدس بالكفر. كيف عرفت عنها؟ كيف عرفت عنها؟ هي صارت تواصل مع احد اقربائها قال لي بهمني انه صفحتك قويه، بهمني انتم تتبنوا هيدي الحاله وطلعوها من خلال البيج تبعكم، وطبعا نحن وين فينا نساعد. يعني انت بناء على سؤالك انا بدي اطلب يعتبروا منبرنا منبر المظلومين، اي حاله من هالنوع نحن مش امنين معه في اسماء انيس وتينا، نحن مع العالم وللعالم، اي حدا نحن بكل حماس بنوقف حدا دايما يكون في حق، بين الحق انه في اولاد حرام. عطشون التقارير، تقرير الحكيم عم بيقول انه ما في احسن منا. لا ما هو مرة طلعت على التي في وحكت ريكس يعني باينه. ما حكيت معنا نحن ريبورتاجنا كان 20 دقيقه. هيدي هي القصه يعني فتحنا وهلا وعدوها بناء على حل الموضوع بالاستئناف ناطرين نحن جاهزين لاي غلطه ان شاء الله. لا ان شاء الله خير لانه كل العالم معها والاعلام معها وان شاء الله بتاخذ حقها والله لا ياخذ اولاد من بدي اشكركم مجددا وتفضلي بنسمع الموال ونرجع بنختم بالاغنيه. ميرسي. زي تقولي شو عم تقول موال اي موال الاغنيه يعني لك انا عم بنقلب، انا عم بنقلب قلبي عقلبي ومنك انت مش باقي عقلبي عقلبي. لك انا عم بنقلب، انا عم بنقلب قلبي عقلبي ومنك انت مش باقي عقلبي عقلبي. لك كيف لك قلب، كيف لك قلب ما تعطف عقلبي عمهلك بالهداوي على حباي